الانضباط الذاتي. لو الصوت يعني وحش شوية بس عشان أنا عندي برد، بس مرضتش إن أنا أأجل فيديوهات أكتر من كده. الفيديو دوت هيكون غريب شوية لأن إحنا مش هنقول مقدمة كبيرة زي باقي الفيديوهات، هندخل على التعريف على طول لأن التعريف لوحده مقدمة. الانضباط الذاتي هو إن أنت تقدر تتحكم في قراراتك وفي حياتك رغم الظروف. ازاي؟ وعشان نجاوب على السؤال دوت رحنا لواحد من اكبر واعظم علماء الفلسفة في التاريخ، وهو ماركوس أوريليوس. الاسم غريب شوية لكن الراجل دوت عمل كتاب من أعظم الكتب اللي اتكلمت عن الموضوع دوت، واسم الكتاب مديتيشن أو التأملات. وفي الكتاب دوت ذكر أقوى 10 نصايح للانضباط الذاتي، واللي أنا هلخصهم لك في الفيديو دوت. يعني ممكن تعتبر إن أنا بلخص لك كتاب المديتيشن أو التأملات للكاتب الكبير والفلسفي العظيم ماركوس أوريليوس، وكمان أفهمك فهم عميق جدا للأدوات اللي استخدمها الكاتب العظيم دوت عشان يشرح لك ازاي ان انت تبني حياة منضبطة ذاتيا. وعشان ما اطولش عليك الفيديو تعالى اقول لك على اقوى 10 نصايح للانضباط الذاتي. لكن قبل ما نبدا الفيديو يا صديقي، لو انت عايز تسوق لشركتك او مشروعك او حتى خدمتك وعايز شركه تسويق تنجح البيزنس بتاعك وتكون شريكه نجاحك، كل ده واكتر من مميزات هتلاقيها في شركه ايبكس للتسويق الالكتروني، لاننا عندنا فريق من اقوى الناس في مجالاتهم. ولو عايز تفاصيل اكتر وتشوف حساباتنا على السوشيال ميديا هسيب لك طرق التواصل في وصف الفيديو. انا البوس لو جاي في طريقك، ويلا نبدأ الفيديو. اولا الانضباط يبدأ بإيجاد هدفك. لازم في الاول تسأل نفسك انا ليه عايز اكون منضبط. ماركوس بيقول انك لازم يكون عندك هدف واضح، عشان دوت اللي هيشجعك ويشحنك بالطاقة عشان تحقق الهدف دوت، لانه مش مجرد هدف وخلاص، دي لازم تكون حاجة انت مؤمن بيها انك فعلا هتقدر تحققها، لانك لو ما حطيتش الفكر دوت في بالك فانت اصلا مش هتقدر تحققها. يعني مثلا شوف نفسك كده في مرة لما تكون عايز تخس ومفيش سبب كبير ورا دوت، فانت هتلاقي نفسك ان انت مش عارف تخس كيلو واحد حتى. لكن لو انت حاطط هدف لان انا عايز اخس عشان منظري قدام الناس او صحتي وهكذا، هتلاقي ان انت بتخس بسرعة جدا وبسهولة، لان بكل بساطة انت عندك سبب ورا دوت. ولو هديك مثال اقوى على دوت، انا يوم ما بدأت فيديوهات بدأت بفترة لكن ما كانش عندي سبب ان انا ابدأ، فبالتالي وقفت فترة كبيرة جدا وما كملتش. لكن لما خليت عندي سبب وان انا عايز افيد الناس وعايز اوصل لحته معينه، فبكل بساطه كملت ولحد دلوقتي لسه بكمل رغم ان مفيش حد بيشترك في القناه ولا بيعمل لايك، لكن مكمل لان انا عندي سبب ورا دوت. وبالمناسبه ديت ادخل دلوقتي اشترك في القناه واعمل لايك على الفيديو دوت عشان تشجعني ان اقدر اعمل فيديوهات تاني. تاني حاجه اعتمد على نفسك، لان بجد انك تعتمد على نفسك ده من اكبر الاساليب اللي هتخليك تكون منضبط ذاتيا. ماركوس بيقول الاعتماد الوحيد اللي لازم يكون عندك هو الاعتماد على نفسك. يعني لو مستني حد يجي يقول لك شكرا على اللي انت عملته ده انت جامد جدا وعايز حد يشجعك طول الوقت، فانت للاسف مش هتعمل اي حاجه. التشجيع حلو لكن ما تستناهوش على طول لانه ممكن ما يجيش، ولو ما جاش فانت هتقع. وفي نفس الوقت برضه لو انت استنيت دايما الظروف المثاليه عشان تيجي، اولا هي مش هتيجي، ثانيا انت عمرك ما هتتقدم لان انت بكل بساطه سايب سبب عشان تتقدم. طول ما في سبب انت مش هتتقدم. فبكل بساطه لو انت عايز تعمل حاجه قوم اعملها دلوقتي وما تستناش اي حافز او سبب عشان تقوم تعمل الحاجه ديت. تالت حاجه اظهر كل يوم. ماركوس كان عنده مبدأ بسيط قوي في النقطه ديت، وهو ان انت لازم تبدأ كل يوم بحاجه، لازم على الاقل تعمل كل يوم خطوه صغيره، لان انت لو جيت في يوم وما عملتش حاجه فانت باقي الايام بعديها مش هتعمل اي حاجه. يعني مثلا لو انت عامل هدف ان انت تتمرن كل يوم عشان تخس وجيت في يوم ما قدرتش تتمرن، اعمل اي تمرين صغير بسيط ما يعملش مجهود كبير، لكن المهم ان انت ما تقطعش، لان انت لو مشيت طريق طويل وقطعت في النص فانت مش هتقدر تكمل باقي الطريق. ماركوس بيقول النجاح مش لحظي، هو مجموعه من الخطوات الصغيره بتتجمع عشان تكون النجاح. حتى في كتاب العادات الذرية برضو كان بيقول إن النجاح مجموعة عادات صغيرة أنت بتعملها كل يوم، فبجد إنك تعمل حاجات صغيرة كل يوم ده اللي بيؤدي في الآخر للنجاح. 4. مارس الصعوبات الطوعية. هنا بقى يجي الدرس الخطير. ماركوس بيقول لازم تتدرب على الصعوبات وأنت في أمان عشان لما الحياة تكون صعبة بجد تكون أنت مستعد. يعني إيه؟ يعني مثلا لو أنت بتحب حاجة معينة بطلها لفترة عشان لما يجي يوم وتخسر الحاجة ديت ما
ما تكونش لسه اول مره تخسرها فتقعد فتره كبيره محبط، والحته ديت بتقوي عندك الاراده جامد جدا. انا بقول ان اي حد عايز يقوي ارادته يسيب الحاجه اللي هو بيعملها فتره، عشان بعد كده هتتعود ان انت اي حاجه ممكن تسيبها عادي جدا. ماركوس هنا علمنا حاجه عبقريه جدا، الدنيا مليانه حاجات مش في ايدك، الناس هتنتقدك، الظروف هتتغير، لكن رد فعلك دايما في ايدك. ماركوس بيقول هنا انك لازم تركز دايما على اللي تقدر تتحكم فيه. يعني مثلا برضه هديك مثال بسيط، لو انت ماشي في الطريق والطريق زحمة جدا، انت مش هتعرف هنا تتحكم ان الطريق يمشي وتسلكه، لكن هتقدر تتحكم ان انت تعمل ايه في الوقت دوت. واحد ممكن يسمع مثلا اغاني، وواحد ممكن يسمع بودكاست يفيده، فانت هنا انت اللي بتختار في الحاجة اللي تقدر تتحكم فيها. وضيف دوت بقى على اي حاجة في حياتك. 6، بلاش تلعب دور الضحية. المصطلح دوت في حياتنا بنسميه الشماعة. يعني ايه الشماعة؟ يعني مثلا لو سألتك دلوقتي انت ليه ما خدتش كورس انجليزي لحد دلوقتي، هتقول لي ما عنديش وقت، مع ان انت عندك وقت فاضي جدا بتقضيه على التليفون. فده ببساطة مصطلح الشماعة، ان انت بترمي اي حاجة على سبب، ولو اتعودت ان انت تعمل الحاجة دي كتير فانت مش هتعرف تعمل اي حاجة في حياتك، لان انت بكل بساطة عندك سبب انك ما عملتش الحاجة ديت. وماركوس هنا ادى مثالين على جملتين احنا على طول بنقولهم، اللي هو الناس مش مقدراني، الحياة ظلماني. وحرفيا هو قال كده، ان احنا على طول بنردد الجملتين دول عشان يكون عندنا سبب ان احنا ما عملناش الحاجة ديت. فقوم دلوقتي اعمل الحاجة اللي انت شايف ان هي هتفيدك من غير ما يكون عندك سبب ان انت ما تعملهاش. 7، مارس الاشباع المؤجل. هنا بقى ماركوس بيقول لنا نصيحة عملية جدا، مش كل حاجة لازم تحصل دلوقتي حالا. ماركوس كان شايف ان انت لو قدرت ان انت تأجل متعتك هتقدر ان انت تتحكم في نفسك اكتر، وده يخلي حياتك منضبطة اكتر. زي ما تقول لنفسك انا عايز اكل حاجة حلوة، لكن برضو تأجل الموضوع عشان ده مش الوقت المناسب. فدي عضلة في حياتنا محتاجين ان احنا نمرنها جامد قوي. 8، تجاهل المحبطين. دايما هتلاقي ناس بتحاول تحبطك، مش هتعرف تعمل كده، دي صعبة عليك يا عم، انت مش هتعرف تعمل حاجة في حياتك. وكل دي حاجات الناس بتقولها لنا عشان بس ما نقدرش ان احنا نعمل حاجة تزيد عليهم. يعني كل واحد فينا مش عايز حد يبقى احسن منه، ودي غريزة في طبيعتنا الا من رحم ربه طبعا، لكن معظم الناس مش عايزاك ان انت تكون احسن منهم، عشان كده دايما بيقولوا لك كلام محبط عشان بس ما تتشجعش وتكون احسن منهم. ماركوس هنا بيقول جملة المعنى بتاعها يعني ما تديش ودنك لحد، حط هدف وكمل عليه مهما كان. يعني مهما الناس قالوا لك خلي هدفك واضح قدام عينك وكمل في الطريق اللي انت ماشي فيه. 9، ابحث عن قدوة. دي مش النصيحة القوية قوي يعني، لكن انا شايف ان هي حلوه لبعض الناس. لكن ماركوس عنده هنا وجهه نظر بتقول ان انت لو عايز تنجح شوف حد نجح قبليك وتعلم من غلطاته واسمع منه. وهنا ماركوس بيقول لك ان انت تقرا عن الناس اللي نجحوا قبليك وشوف هم نجحوا ازاي، واعرف كمان ايه المشاكل اللي قابلتهم وازاي حلوها. انا وجهه نظري ان مش كلنا بنمشي في نفس الطريق ومش كلنا بنقابل نفس العقبات، لكن لو عقباتك مثلا زي واحد نجح قبليك فانت هنا ممكن تتعلم منه، لكن ما تاخدوش قدوه في حياتك طول العمر، لان لو اللي انت واخده قدوه دوت فشل مثلا فانت هتفشل معاه. فانت بس اخرك ان انت تسمع من الغلطات اللي هو عملها قبل كده. 10 نقطه والاخيره، راجع يومك. انا شايف ان النقطه ديت مهمه جدا. كل يوم قبل ما تنام راجع يومك واسال نفسك ايه الحاجه اللي كان لازم اعملها النهارده عشان يومي يبقى احسن، واعملها بكره. ماركوس بيقول ان المراجعه اليوميه بتخليك تتحسن اسرع. فقبل ما تنام جيب ورقه وقلم واعرف ايه الحاجات الغلط اللي انت عملتها النهارده، وايه الحاجات اللي كان المفروض تعملها النهارده وما قدرتش تعملها. ماركوس اوريليوس في الكتاب دوت اثبت ان الفلسفه مش كلامه بس، دي اسلوب حياه. ولو عايز ان انت تبدا رحله الانضباط الذاتي خد ال10 نصايح دول واعملهم بالظبط، وما تنساش ان كل يوم خطوه صغيره هيؤدي في الاخر لنجاح كبير. انا البوصله وجاك في طريقك، وسلام يا صديقي.